والبطة والفرخة. الله حلوه الكوسه دي. محمد عبد يسرق اطلع بره يا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يقعد علينا الايام بخير ويجعلها سنه سعيده علينا كلنا. صلوا على النبي كده يا جماعه. النهارده ماما جات لي، هو يوم الجمعه النهارده ماما اما انا بروح عندها اما هي بتجيلي، هو كده او كده هي اللي ببقى جايبه اصلا الحاجه معايا. جايبه لي قوطه اهيت وكوسه وعيش، وجايبه لي زبده هنسيحها دلوقتي وصلصه كل حاجه، جايبه لي الاكل يعني وكرنبتين، كل حاجة جايبالي من عندها. قالت لي لما قلت لها مش قادرة اجي، تعالي ايه نتغدى النهارده مع بعض. وجايبالي حتى البهارات جايباها لي، ربنا يبارك لي فيها يا رب وفي عمرها. جايبالي ملح وفلفل كمون وبابريكا وشطة، مع ان عندي بس يعني جايبة كل حاجة تمام. هي اصلا اللي بتجيب لي كل حاجة، ربنا يخليها لي. وجايبالي بصل، وجايبالي بطاية وبسطة وفرخة وايه ده كبد وقوانص تقريبا. ربنا يخليها لي والله ماما، يعني تجيب لي كل حاجة والله. ربنا يخلي امهاتنا كلنا جميعا ويحفظهم يا رب. هتبدا دلوقتي بقى تسيح لي الزبده، انا قلت استغلها النهارده بقى واخليها تعمل لكم هي المحشي بطريقتها، لان اكل ماما بجد لا يعلى عليه. وهي ما بعرفش تسيح الزبده، هي بقى تسيحها لي انا. هي تسيح الزبده اهو. امي بقى طريقتها في الاكل كلها لا يعلى عليها بجد، يعني انا خليها تعلمكم طريقه المحشي بتاعتها لانها وهم حرفيا. اي اكل تعمله ماما بجد لا يعلى عليه. هي بدات تسيح، هي بدات تسيح، وحطيت ميه للكرنب بقى عشان نسلق الكرنب. تقطعها بقى كده وتقوم سلقاها سليمه. انا ساعات بسلقها سليمه برضو، بس مش خبره فيها قوي يعني زيها. ماما ايه قاعده بتنضف الخضره عشان اغسلها، وتقور الكرنب دوت عشان نسلقه، عشان الميه خلاص قربت تغلي اهي معانا. خلصتيها؟ اغسلها لها واغسلها تصفى شويه بقى، اغسلها كويس. الخضره يا جماعه تغسلوها وهي سليمه، مش بعد ما تقطعوها عشان تحتفظ بفوائدها. الحاجات دي لسه برضك مفكتش، امي جايباها لي من عندها. جابت لي فرخه وبطايه عشان عندي في محمود اخويا ما بيحبش البط. دلوقتي ماما هي بتقور الكرنبايه، بصوا ازاي. واصل الحاجات دي كانت عندها وهي جابتها لي وهي جايه. لما عرفت ان انا قلت لها لا اتغدى النهارده في شقتي، مش مزاجه انزل، قالت لي خلاص انا جايه. تقورها كده وبعدين بقى بتسلقها سليمه. هي حتى الكرنب الكبير قوي بتجيبه وتسلقه سليم برضو. عندها اللي هي الحله بقى بتاعت زمان الكبيره قوي دي، تقوم حاطه اكل الكرنبيه. بصوا حبه كمون اهو، حبه ملح بس، وماما بتقلب السمنه عشان تسيحها لي. انا ما بسيحهاش، بستعملها زي ما هي كده، بس هي قالت لا كده احسن. الكرنبيه حطيتها تتسلق اهي، بس تحطها اول حاجه على راسها صح. حاجه تانية كده بالراحه. النهارده قمت الصبح بقى عملت روتين الريسبشن، بركه ينزل لكم في الاول. ايه عليك الشقه. ماما بقى ربنا يبارك لها هي اللي هتعمل لك المحشي. انا ما بعرفش اكل غير من ايدها، انا بعمله برضه بس بتاع ماما بجد تحفه. هبدا بقى تاخد ورقه ورقه كده، هنطلع الكميه كلها بقى ونجيلكوا تاني. طلعنا الكرنبيه دي وحطينا بقى التانية برضه نفس الكلام على ظهرها، على ناحيه العروق يعني، اللي هي ناحيه الراس. بعد ما تشيل الراس المكان ده اللي تنزل الاول عشان العروق بتاخد وقت. تمام. انا برضه لما اجي نقلها هوريك. ماما دلوقتي بتقلب بقى الكرنبيه اهيت. دقيقتين وهنسحب ورقه ورقه. ان شاء الله عليك يا مامتي. طب قولي ماما حطت عيش، حته عيش عيشه. احمر، اعرف ان خلاط السمنه بتاعتي سيحت نضيف، في نفس الوقت بتسحب المرطه كلها. تسحب المرطه كلها ازاي؟ تسحب الوش ده الابيض ده، هي بتاخده.
ايوه مر. يبقى كده السمنه بتاعتي سيحت 100 100. ايوه فعلا. الحاجات بتاع اللبان الامهات زمان برضه، فتح الزبده معانا على طول، متاخدش وقت، نفس الوقت اول ما تحمر نعرف بتاعتنا سيحت تمام. انا اصلا بخليهم تعلمهم، تبقى تقول لهم ان الحاجات بتاعت زمان بقى توم سعيد. اه ناخد الخبرات بتاعت الناس القديمه دي، ولا نعرف نعمل زيهم حاجه برضه. اه لا ما هو الخبره بقى والكلام ده كانت نستفاد. امي بتعمل حاجات محدش عارف يعملها اساسا. اي حاجه كان لها طعم تاني لحد دلوقتي حرفيا. اي حاجه لو تعمل لك بيضه محمره بقى لها طعم تاني. ماما فعلا طلع عندها حق، البيت راح كله والسمنه بقت جميله ازاي، بقت صافيه ازاي، وفعلا خرجت الحاجات اللي على الوش كلها بكل سهوله. فعلا الحاجات ديت يا جماعه والله يعني الخبرات دي مش بس يعني حلوه، بتستفادوا منها وبنستفاد منها بتاعت زمان دي. اي حاجه بتاع زمان يقول لك الفحم اغسل بالمواعين، فعلا بيخلي المواعين فله. اي حاجه زمان، اي كلمه يقولها زمان بتبقى فعلا حقيقيه 100%. والصابون اللي بيغسل بالمواعين، اي حاجه بجربها من بتاعت تيتا ملهاش حل. وكل ده هنعمله مع بعض، واقول لكم برضه اي حاجه استفاد منها واصور لكم معاها برضه. خلاص كده بس كده قافله عليها. خلاص كده الله اخيرا خلصت. وبعدين بعد كده تبرد ونحطها في برطمان. كرنب خلص. كرنب بردك خلصت بقى سلقه. اوريك الكوسه، بحب الكوسه جدا. كرنب خلص اهو. اوريك الكوسه لسه، حتى الملوخيه الناشفه جبتيها شطوره والله. جبت كل حاجتي. شاطر. جايبه لنا برتقال، ده انت مهيصه الدنيا. كل ناشفه جميل. انا دعتها يعني تاخد سوا شويه بس انسي بقى. لكن البطايه صغيره، ناكل بطايه ونسيب الفرخايه اللي ما سبقتش. يا سلام. لا واحنا نديها البطايه. اضربه في الكبه بقى. وقطعت الكرنب اهو، قربت تخلصه، وفاضل حبه دول بس وخلاص. البصل هروح اعمله في الكبه كله، وهقشر عليه كمان بصلتين كمان عشان خاطر البط. بس اول حاجه اغسلها غسله حلوه، هنسيب عليها الميه، وبعدين نحط عليها دقيق وليمون وخل. لا مش خل، محطش خل، ليمون ودقيق وملح وجنزبيل وورقتين لورا كده، وسيبها شويه كده على ما الميه مثلا تغلي ولا حاجه، تسيبيها يعني على قد ما تقدري سيبيها. دي الحوايج بتاعه البطايه، حطها في طبق لوحدها، اللي هي الجوانح والراس باين. في عندنا بيحبوا الراس اللي هي بتاعه البط والكلام دوت، والجوانح والكبده والقرنصه اللي بيحبها يعني، وانضفهم حلو. بس احطهم لوحدهم كده على ما اغسل انا ايه بقيت الحاجات التانية. دي حاجات البطايه والفرخ تقريبا، لا دي حاجات البطايه، فرخ حاجتها اهي فيها. ننزل الميه الزفره دي واغسل حاجه كويس واجيلكوا تاني. حطيت دقيق بقى وجنزبيل وعصرت ليمون وحطيت ملح وليمون ودقيق وجنزبيل بس كده. تقعدي بقى تعملي ايه مساج من جوه ومن بره كده عشان ايه تغسل كويس. انا بعد ما نضفتها كويس ما خليتها زي الفل بالميه الاول، خليتها قشطه، وبعدين بقى عملت لها المحلول ده، وهسيبها بقى ايه فيه كده دعكها كده شويه، واسيبها فيه شويه، وبعدين اشطفها بقى كويس قوي 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 قوي. انا بوريكم برضك ايه الخطوه دي. الحوايج لسه بقى اغسلها يعني، دي بقى عايزه لها حوار تاني، بس دول يتنقعوا شويه، والحوايج دي بقى ايه هقعد فيها حبه شويه اغسل فيها. حطيت دلوقتي بقى حلتين، حله الفرخه وحله البطايه يغلوا، وهبدا دلوقتي بقى اعمل التغذيه. هاتي ماما البصل عشان بس بقى نفرمه في الكبه. طلع الكبه والحاجه منقوعه اهي، طلع الكبه دلوقتي نفرم ايه. هنا بقى فرمت البصلايه، البصل بتاعنا اللي عامل بالمحشي، هفضيه واجيلكوا تاني. هنحط بقى الزيت، نحط السمنه اللي احنا لسه عاملينها دي بقى، نسيب ايه البصلايه تتبل كده شويه تاخد لون، وبعدين نحط القطه بقى. القطه عندنا بالسمنه، نحط السمنه واولع النار واجيلكوا. السمنه اهو اللي احنا لسه عاملينها معاكم، ريحتها تحفه يا جماعه، تحفه تحفه حرفيا. تحفه. حط منها المحشي واخلي استنى عشان بس ماسكه الكاميرا مش عارفه هحط منها واجيلكوا. حطيت معلقتين كبار منها على حبه زيت، واخلي بقى البصلات تتشوح.
اهي السمنه اهي مع الزيت، خليها ايه اقلب فيها شويه كده لحد ما تاخد لون حلو. بعدين ننزل بالصلصه بتاعتنا. انا عملت التتبيله اللي انا بعملها للفراخ قبل ما تتسلق، دي بعملها على طول. عباره عن بصلايه مفرومه كويس جدا، يعني فيها ميه كده، حبه ملح وحبه فلفل، كمون وبهارات وحبه قرفه. حبه قرفه تعكم في بعض كويس، وتعملي الفراخ والبطايه من جوه ومن بره ومن كل حته. انا حطيتها، عملت اول حاجه الفرخه غسلتها كويس وحطيت الصفه اهيت، نزل ميتها كلها، وبعدين بقى ابدا اعملها بالتتبيله ديت واحطها في قلب الحله بتاعتها. والبطايه لسه بقى هعملها بردك نفس التتبيله. واعرفكم برضك نحط ايه في الشوربه. بحط بردك بصلايه قطايه وجزرايه وملح وفلفل ومرقه دجاج. خلاص بقى البصلايه خدت اللون بتاعها الحلو ده، هحط بقى عليها القطه. انا بحبها تتحمر شويه، السمنه ايه عامله مرطه جامد. هنبدا بقى نحط في الشوربه بتاعه البط وبتاعه الفراخ التوابل بقى، الحاجه بتاعه الشوربه. عشان نحط قطايه هنا عند الفرخه، وقطايه عند البطايه، وبصلايه عند الفرخه، بصلايه عند البطايه، وجزرايه هنا وجزرايه هنا، وورقتين لورا هنا ورقتين لورا هنا. لو عندك مرقه دجاج بقى حط، وحبه فلفل اسود هنا كده، حبه هنا بس. ونعمل بقى البطايه زي الفرخه، نطلعها بقى حطينا الصفه، نتبلها بردك من بره ومن جوه زي الفرخه كده. سقطنا الفرخه وكتفناها وعملناها من بره ومن جوه وحطيناها في الحله. وهنعمل بردك البطايه زيها، بس مفيهاش ميه خالص اهي، بقت نضيفه قشطه. هعملها واجيلكم. البطايه خلصت اهيت وكتفتها كده بعد ما تبلتها بالبصلايه، ومن جوه بصوا من جوه كتير قوي، من جوه عملتها من جوه من بره مكتفاها. نبدا بقى احطها بقى ايه في الشوربه اللي بتغلي دي، هبدا احطها. والقطه هي بتتسبك، بصوا القطه وقعت مني فين وانا بحطها الصلصه، زيت قوي، هبقى بقى ياخد مسحه عميقه بقى بعد ما اخلص. هنا بقى كنت خلاص حطيت البطايه، هلا بقى استوى بقى مع نفسكم على ما نعمل ايه نحشي المحشي بقى. شوف بقى التغذيه اخبارها ايه. نحط عليها الخضره والرز ونبدا نحشي بقى الكرنب. بس القطه طرطشت مني، لازم حاجه تحصل تضايق. بس طالما تتسبك اهي، نحط الرز بقى ونحط البهارات. بس بعد ما تتسبك شويه هبقى احط لكم البهارات معاكم. البهارات بتاعتنا بابريكا وشطه وملح وكمون وفلفل اسود. ونحط ملح ملح في الحله نفسها، نحط ملح. نديها بقى تقلبتين ونحط الرز او الخضره. دلوقتي الصوص بقى حطينا على البهارات، نقطع عليه قرن فلفل اخضر، ده اللي بيحب الاكل سبايسي. حطيت شطه وحطيت قرن فلفل اخضر، احنا بنحب سبايسي. نشيل الرز. انا مضايقه اقوم القطه اللي طرطشت دي. ايه دي؟ القوطه انا بحطها فاميلي ما طبعا اغسلها. مش حاطه الرز كله، مش عارفه عشان حسب التخزين. بقى نعملهم بلبن. ماشي. الرز اللي بيفيد يا جماعه نحط عليه ميه ان شاء الله يقعد يومين في التلاجة، ما بيجراش ليه حاجه. لا وفعلا نعمله النهارده بلبن، بس بالليل بقى نعمله بلبن، حتى بيكون الرز اتنقع اصلا بيبقى احلى. يبقى احلى في اللبن. دايب. الرز بحب اشوحه شويه كده.
في ناس بتحط الرز والخضره على الصلصه او بعد ما تتسبك يفولوا عليها يحطوا الحاجه. انا مش بحب الطريقه دي. لا بنحب نشوحها. بحب الرز يبقى نشوح كده يبقى جميل دايب كده في الصباع المحشي. الخضره خلاص كده التسبيكه بقت تمام قوي. هنقعد بقى نحشي دلوقتي بقى احنا هنقعد نحشي بقى دلوقتي كرنب في ورق خاص اهو. وانا هقعد احشي بقى الايه الكوسه والفلفل دول في الحله دي. بصوا بقى بتتلفز بقى ازاي. اعملوا بقى كذا جنب واحده كده. تسلم ايدك يا كبير. هنا بقى بنسقي الكرنب اهو لسه ما عملته. ننزل الحله كده عشان الميه تخش جوه. كده بقى وهنعمل الكوسه بردك دي. وكان حله المرطه الزبده عشان فيها. هنعمل طاجن ورق لفت وخس. بس لو عملتوه مش هتبطلوا وتاكلوا فيه اكتر من الكرنب كده. هيدمنوه. دي بقى ليا انا بقى بعمل انا الطاجن ده كده عشان بس ورق العنب مش موجود دلوقتي. هو موجود بس ممكن يكون كسلان انزل ادور عليه. اللفت والله العظيم وهم. حط على وشه شويه قوطه كده من بتاعه التغذيه مع معلقه سمنه بلدي. دخله الفرن سيب المحشي كله وهناكل الطاجن ده فظيع. انا بعمله بالورق العنب بس جربت ورق اللفت اجمل. طبعا بالكوارع بقى في ورق العنب وبتاع. ممكن اجرب ورق بالكوارع برضه. بجيب كوارع كده واعمل ورق الخاص ده ورق خاص على ورق لفت. ده بقى العيش. عملت بقى التتبيله بتاعه البطايه. نحطها على البطايه. دي بقى البطايه احط بقى على بصل على ملح على فلفل على ملح على فلفل على كمون على بهارات وعلى حته سمنه بلدي اهي. هاتي بقى البطايه على الفرخه بقى تستوي براحتها. واعملها هي كمان عامله نفسي بردك التتبيله دي. نعمل مساج بقى من بره وجوه ادخلها الفرن. عملت لها بقى المساج بتاعها من بره ومن جوه ادخلها الفرن بقى. دي بقى نحط بقى معلقه سمنه على المحشي كده ونهدي عليه بقى. لسه ما جبتش بقى الرينج لايت ديت ومش عارفه اعمل ايه. صور الكاميرا في ايدي. احط معلقه حلوه كده على وش على وش المحشي وهدي عليه بقى يستوي. هدي عليه بقى كوسه من الستين. بس هدينا بقى كده خلاص. وادخل بقى البطاطس الفرن. ادخل البطايه سيبها ما تطبل بقى احطه. انا هبدا بقى احط هنا واحد مرق دجاج. قلب الشوربه دي احط الملح. مش حاطه ملح عشان هي قلت تاخد خالص داخله على سوا. الطاجن هم مخلصاته. نحط بقى من تحت ولا من فوق يا ماما؟ تحت. نحط بقى تحت ايه البط. والفرخه انا هزودها ميه. هحط لها حبه ملح ومرقه دجاج بس خلاص داخله على سوا. دول بحب رز فايدين. بحب احط عليهم فضله كده وشويه شطه بقى لوحدهم كده واتسلق مع المحشي يستوي. انا بحب رز فايدين. بحط عليهم شويه ورق كرنب كده بردك وبحط عليهم شويه شطه من فوق ورق الفلفل وبسويهم بتسلق عليهم المحشي يستوي. خساره ما نضيعش ما نرميش حاجه. حطيت بقى اللي ماما قالت عليه دوت على شويه شوربه على شويه شطه على النار تستوي. وادي عليها دي بقى التسبيله بقى على ما ايه
عملت اكل بقى الحوايج كده بنصبر بقى انا وهي على ما يجوا بقى من الشغل. طيب اللي انا والشيفه بقى كده تحفه. احط لها بقى الخلطه برضو الزبده البلدي وكل حاجه وادخلها الفرن مع البطايه. بصوا دي شطه وملح ودي العروق، ما رميتش حاجه خالص من الكرنب. ماما دي فظيعه، ما رمتش حاجه خالص من الكرنبايه حتى الرز اللي بيفاض بنحط عليهم حاجه، بس الصراحه كل حاجه بقى لها طعم تحفه من اللي هي بتعملهم دول. ملح كده وشطه اهمت وشويه خل. انت بتاكلي المحشي بقى كلي جنبه وادعيلي. حطينا عليها البهارات بتاعتها والحاجات بتاعتها، هندخلها بقى الفرن جنب البطايه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية خفافة. المحشي بتاعنا بعد ما استوى بقى تحفه تحفه تحفه. والريحه يا جماعه بقى نسكن معايا وتشموا الريحه ملهاش حل. الطاجن اهو بقى رهيب برضو، والمخلل بتاعنا احنا عملناه طعمه تحفه، والكوسه والبطه والفرخه. الله حلوه الكوسه دي. محمد عمال يسرق، اطلع بره يا ورحيم عمال يسرق. لما